وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده يا حبايبي قلت اعمل معاكم النهارده القلقاس بالطريقه بتاعتي. زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله، انا عاملاه في تخديعه حلوه قوي. شايفين ما شاء الله على الجمال، الريحه بتاعته حلوه قوي. وعملت جنبه رز ابيض زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. وعملت برضو لحمه زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. تعالوا بينا يلا يا حبايبي نشوف اول خطوه او اول طريقه لعمل القلقاس زي ما احنا شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده قلت اعمل حاجه معاكم جديده كده، القلقاس دول بيبقى حلو قوي في الشتاء. زي ما احنا شايفين كده انا مقطعاه كده التقطيع اللي انتوا شايفينه دون. طبعا القلقاس ده ما بيتغسلش، بتقطعيه على حاجه نظيفه وتسخنيه من الماده الدهنيه وتحطيه كده مع الماده الدهنيه بعد ما تتقدح او بعد ما تتسخن حلو. علشان ايه؟ علشان خاطر ان احنا ايه نشوحه حلو الاول. وهنقلله طبعا تقليه معاكم بطماطم، حبيتين 3 طماطم وكزبره خضراء. هنعمله بالخضره بقى وبالطماطم وكده. مش عايزه اقول لكم على طعمه، بيبقى حلو قوي في الشتاء. القلقاس دي من الحاجه الحلوه قوي اللي بتبقى حلوه في الشتاء ما شاء الله. اكلات حلوه قوي في الشتاء طبعا انتوا عارفين ان هو بيحب الاكل، فهو اصلا اي اكل في الشتاء ما شاء الله طعمه حلو. القلقاس ده مش عايزه اقول لكم على طعمه، طبعا انتوا عارفينه. فانا هعمله النهارده معاكم بالطريقه بتاعتي. هنسيب بقى القلقاس ده يتحمر حلو او يتشوح حلو واوريهولكوا تاني ان شاء الله. طبعا ايديكي فيه كده على طول. انا عايزه لونه يبقى صفيري حلو. اطلعه واحط الدور اللي بعده زي ما احنا شايفين كده. حبايبي اول دور كده انا طلعته معاكم زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. انا عايزه اللون بتاعه يبقى اللون الحلو ده، اللون الصفيري زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. مش عايزه اقول لكم عليه، بيبقى ناعم وزي الزبده ما شاء الله. القلقاس ده بحبه قوي، بيبقى طعمه عامل احلى من اللحمه بكتير كده ما شاء الله. طبعا انا عامله لحمه عشان هنزود ان شاء الله القلقاس ده بشوربه اللحمه ان شاء الله زي ما احنا شايفين كده. انا ما بحمروش قوي، انا يا دوبك بس بشوحه زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. لونه حلو قوي كده ما شاء الله. انا عايزاه بس ايه بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين ما شاء الله. انا حطيت برضو تاني دور، هسيبه برضو ياخد التشويحه الحلوه دي وهنشوف هنعمل ايه تاني ان شاء الله. يا جماعه تاني دور كده انا برضو بشوحه زي ما قلت لكم ان انا هشوح الدور التاني ده برضو. هما كانوا دورين، عملت اول دور وده تاني دور معانا كده. هسيبه برضو ياخد اللون الحلو اللي انتوا شفتوه في اول مره. التشويحه دي مش عايزه اقول لكم بتدي طعم حلو قوي للقلقاس ان شاء الله. بعد ما نخلص الدور دون باذن الله هعمل له طبعا 3 4 طماطميات زي ما قلت لكم، على شويه كزبره او بقدونس، على فصين بس توم. وهتشوفوا برضه انا هعمله معاكم ازاي ان شاء الله. هسيب الدور ده بقى يتشوح حلو وهنطلعه ان شاء الله مع بعض. حبايبي انا طلعت القلقاس كله معاكم اهو. شايفين ما شاء الله خد اللون الحلو اللي انا قلت لكم عليه ما شاء الله. اتشوح حلو قوي. فانا في نفس الحله برضو هعمل بصلتين 2 او بصلايه واحده بالكتير عشان نعمل تقليه القلقاس. تعالوا بينا يلا حبايبي. نفس الحله اللي احنا حمرنا فيها القلقاس هننزل كده البصله. طبعا هنشوح البصلايه دي هي كمان. طبعا اي حاجه بنعملها لازم نشوحها. فنسيب برضه البصلايه دي دلوقتي تتشوح معاكم. هنحط كده مع البصلايه واحنا بنشوحها معلقه الثوم دي كده، نشوح معاها معلقه ثوم مع البصلايه بتدي نفس حلو برضه. وطبعا فرمل لها 3 4 حبايات طماطم زي ما قلت لكم،
على عود كزبرة او عود بقدونس. شايفين كده البصلايه خلاص ما عادتش عايزه اي حاجه تانية. انا طبعا قلت لكم فرمله 3 4 حبات خليكم مع الكزبره. شايفين ما شاء الله، مش عايزه اقول لكم على ريحه التخديعه دي جميله قوي. هسيبها هنا بقى تتسبك شويه، وهنرجع نسقط او ننزل القلقاس فيها، بس ما تاخد غلوتين 3 كده وتتسبك معانا. شايفين ما شاء الله، مش عايزه اقول لكم على ريحه التومه اللي انا حطيتها والكزبره اللي انا فرماها مع الطماطم. مش عايزه اقول لكم على الريحه حلوه قوي ما شاء الله. دي كده يا حبايبي التقليه اتسبكت معانا زي ما احنا شايفين. دلوقتي بقى نحط لها الملح بتاعها زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. مش عايزه اقول لكم على ريحه التقليه، ريحتها حلوه قوي، والكزبره مديالها ريحه حلوه قوي ما شاء الله عليها. ودلوقتي يا حبايبي هنحط القلقاس مع بعض اهون زي ما احنا شايفين كده. عايزه اقول لكم القلقاس بيبقى طعمه حلو قوي. والتخديعه اللي انا عملتها دي طبعا في ناس بتعملها بطرق تانية، بس انا حبيت اعملها بطريقتي معاكم، ويا رب الطريقه بتاعتي تعجبكم. هسيبها برضو تتشوح كده شويه زي ما احنا شايفين. انا قلت لكم ان انا هسيبه يتشوح شويه زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. مش عايزه اقول لكم على الريحه بتاعته، الريحه بتاعته جميله قوي. شايفين الكزبره ما شاء الله ما شاء الله. مش عايزه اقول لكم على الجمال ده، ريحته حلوه قوي ما شاء الله، تحفه. وكمان انا نسيت اقول لكم ان انا فارمه مع الطماطم نص قرن شط احمر. مش عايزه اقول لكم طعمه ولا الريحه بتاعته تحفه 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 ما شاء الله. فانا طبعا لسه هزوده معاكم ان شاء الله شوربه. انا قايله لكم ان احنا عاملين لحمه النهارده مش القلقاس، هزود القلقاس ده ان شاء الله شوربه. شايفين ما شاء الله الجمال، شايفين الكزبره. مش عايزه اقول لكم والله ريحتها حلوه قوي. ريحه التخديعه اللي انا عاملاها دي ريحتها جميله 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 ما شاء الله. هنزودها ان شاء الله مع بعض كده شوربه، بس انا بحب اسيبها في التخديعه بتاعتها 2 3 كده على ما تاخد من التخديعه كده وتبقى والقلقاس يبقى طعمه حلو. حبايبي ما شاء الله طبق الشوربه اللي انا قلت لكم هزود القلقاس بيه زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. انا هزود القلقاس دلوقتي. شايفين ما شاء الله على الجمال بتاع الشوربه. هنزل كده زي ما احنا شايفين كده القلقاس يا حبايبي بعد ما زودته بالشوربه كده. شايفين ما شاء الله على الجمال. مش عايزه اقول لكم الريحه بتاعته تحفه 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 روعه بجد، حاجه حلوه حلوه قوي زي ما احنا شايفين كده. انا هسيبه طبعا يجي 5 دقايق بالكتير، هطفي عليه عشان طبعا هو ما بياخدش سوا حاجه زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. عشان احنا مشوحينه حلو نديله تشويحه حلوه. شايفين ما شاء الله والله. مش عايزه اقول لكم على الريحه بتاعته حلوه قوي. نص قرن الشطه اللي انا كنت فرماه مع الطماطم والكزبره. مش عايزه اقول لكم على الريحه حلوه حلوه قوي. ودقته طعمه حلو قوي برده ما شاء الله. انا هسيبه برده ياخد الغلوتين 3 كده واطفي عليه، وهعمل رز ابيض معاكم ان شاء الله. تكون اكلتنا معاكم النهارده والطريقه بتاعتي تعجبكم، ويا رب الطريقه بتاعتي تعجبكم زي ما قلت لكم ما شاء الله. كده يا حبايبي انا طفيت على القلقاس اهو زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. والله ما انا عايزه اقول لكم على الريحه جميله قوي زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. والقلقاس بيستوي على طول عشان انا مشوحاه الاول قبل ما اعمل اي حاجه. شوحت القلقاس الاول معاكم زي ما احنا شفناه مع بعض. شايفين ما شاء الله والله الريحه حلوه 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 قوي ما شاء الله. بألف هنا وشفا. يا حبايبي النتيجة الأخيرة كده زي ما احنا شايفين ما شاء الله. شايفين يا حبايبي طبق القلقاس والله ما انا عايزة اقول لكم على الريحة بتاعته والطعم بتاعه تحفة 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 ما شاء الله. حاجة روعة بجد ما شاء الله على الجمال. وعملت برضو رز ابيض زي ما احنا شايفين كده. طبعا الكل بيعرف يعمله ما شاء الله زي ما احنا شايفين. شايفين الرز مفلفل وحلو ازاي
ما شاء الله. اللي عايز يعمل برضو جنبه رز بشعرية، رز حباية وحباية، اي حاجة اللي انتوا بتحبوه. بس ما شاء الله مش عايزة اقول لكم اكلة النهاردة دي اكلة حلوة قوي، والتخديعة دي مدية طعم حلو قوي. ودي كده كان معانا اللحمة اللي انا عملتها معاكم عشان نزود بالشوربة بتاعتها القلقاس. شايفين ما شاء الله على القلقاس، على الجمال، ما شاء الله حاجة كده ما شاء الله عليها. اتمنى ان وصفاتي كلها تكون على قد الايد وتعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسونوش في لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. بحبكم في الله كل متابعيني. شايفين ما شاء الله على الجمال يا جماعه، ما شاء الله حاجه حلوه قوي والله بجد. دي كانت اكلتنا النهارده، بألف هنا وشفا. اتفضلوا معانا بقى يا حبايبي، مع السلامه.